المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرترية، وفيها: رئيس السياسة ورئيسة الوزراء الإيطالية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. مكتب ممول في عنسبة يعلن ارتفاع نسبة سداد الديون بأكثر من 20%. مدينة أفعوات تشهد تنفيذ أعمال لمد أنابيب المياه. عشرات القتلى في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده مع بيلاروسيا تشهد تطورا كبيرا. ومحكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 10 سنوات. أهلا بكم مشاهدينا. ناقش فخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية يوجينا ميلوني تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك خلال اجتماعهما بعد ظهر اليوم. وكان الاجتماع الذي عقد في قصر رئيس الوزراء بالاسو شتيجي في روما مليئا بالتوافق وروح التفاهم والتعاون المشترك. وخلال المناقشة قال فخامة الرئيس سياس أن هناك فرصا استثمارية هائلة في إريتريا في البنية التحتية للطرق والسكك الحديد والتلفريك والاتصالات والموانئ والزراعة والثروة البحرية والطاقة. وقالت رئيسة الوزراء ميلوني أنها عينت مستشارها الأول للإشراف على البرامج مع إريتريا وستعمل بالتشاور مع الحكومة الإريترية. وأضافت أن الوفد الإريتري سيجري أيضا محادثات مع مختلف القطاعات والشركات الحكومية. كما التقى الرئيس سياس أيضا بوزير البيئة والطاقة الإيطالي جيلبرتو فراتيني في الساعات الأولى من اليوم، ووزير الزراعة والأمن الغذائي والغابات فرانشيسكو غيدا في 29 من يناير، موضحا أن العلاقة بين إريتريا وإيطاليا لم تبدأ مع العلاقة بين أفريقيا وإيطاليا اليوم، بل هي علاقة تاريخية فريدة من نوعها بكل جوانبها الإيجابية والسلبية. كما أشار الرئيس السياسي إلى أن حوالي 150 ألف جندي إريتري تم تجنيدهم قسرا أثناء الاحتلال الإيطالي وتكبدوا خسائر فادحة، حثا على فتح الوثائق الكاملة لهؤلاء الإريتريين حتى يمكن التعرف على هذه القصة بعمق. وقال فخامته أن إريتريا كانت تمتلك خلال فترة الاستعمار الإيطالي بنية تحتية متقدمة للنقل والمواني والزراعة والصناعة خلال الفترة الاستعمارية الإيطالية، لكن الاستعمار البريطاني لإريتريا باع معظم تلك المؤسسات الحديثة إلى بلدان أخرى بحجة أن إريتريا لا تستطيع الاعتماد على ذاتها اقتصاديا، ودمر مؤسسات أخرى، وذلك لتنفيذ خطته الشريرة لمنع إريتريا من الحصول على الاستقلال وعزلها عن طريق الاتحاد مع إثيوبيا. كما تم تدمير ما تبقى من المستعمر الإنجليزي إبان كفاح الشعب الإريتري الذي دام 30 عاما من أجل الاستقلال ضد الاستعمار الإثيوبي. وشدد على ضرورة تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين والاستثمار في مجالات التعدين والصناعة والطاقة وتنمية المياه والزراعة والخدمات الاجتماعية والاتصالات. وقال الرئيس سياس أفورقي أن إيطاليا هي جسر أفريقيا وإيطاليا، وإريتريا هي بوابة أفريقيا، ويجب استغلال هذه الميزة بشكل صحيح. من جانبه أعرب وزير البيئة والطاقة الإيطالي جيلبرتو فيراتيني عن اهتمامه بالتعاون في مجال التعدين وتنمية الموارد البشرية وقطاعات أخرى، مضيفا أن البرنامج الحالي المرتكز على أفريقيا والذي أطلقته الحكومة الإيطالية سيعزز العلاقات مع أفريقيا بشكل عام، معربا عن اهتمامه بالتعاون في مجالات التعدين وتنمية الموارد البشرية وغيرها. وقال وزير الزراعة والأمن الغذائي وموارد الغابات الإيطالي فرانشيسكو غيدا أنه سيزور إريتريا لتنفيذ ومعرفة المزيد عن المقترحات التي قدمها الرئيس سياس أفورقي. في هذه الأثناء، أي في 29 من يناير، على هامش القمة الأفريقية الإيطالية، أجرى الرئيس سياس أفورقي محادثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس الكيني ويليام روتو حول القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الشامل. حضر اللقاء وزير الخارجية عثمان صالح ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخليه وسفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فيساتيون بطرس. قام برنامج الادخار والقروض الصغيرة صندوق إقليم عنسبة بزيادة تحصيل القروض بأكثر من 20% في عام 2023، وذلك خلال تقييم أجري في كرن في 27 من يناير الجاري.
وقال الصدوق أنه في عام 2022 تم جمع حوالي 31 مليون نقفة من القروض التي ارتفعت إلى أكثر من 37 مليون نقفة في عام 2023، مشيدا بجهود الأعضاء والتنسيق بين الشركاء. وقال إن أنشطة الصندوق لتحسين معيشة المواطنين تعتمد على تحصيل القروض المنتشرة، ودعا إلى زيادة مشاركة الأعضاء والتزامهم فضلا عن دور الإداريين وغيرهم من شركاء العمل. وحدد تقييم التحديات الرئيسية التي تعوق التنفيذ السليم لعملية توزيع القروض وتحصيلها، مثل مشكلة خدمات النقل وانخفاض إنتاج الزراعة المطرية وأسعار الفائدة المتراكمة والافتقار إلى المراقبة السليمة وتنفيذ المبادئ التوجيهية للتمويل. وقال المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسب العقيد تسفاتيون جرماي أن الأمر يتطلب عملا جادا من الأعضاء لزيادة الوعي واستخدام الأموال. وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مول السيد تافلا أسمروم أن أساس النمو الاقتصادي يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة وتربية المواشي. تسير عملية مد الأنابيب وإنشاء محطات التوزيع بشكل جيد في محاولة للتخفيف من مشكلة مياه الشرب في مدينة أفعبت. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن المشروع الذي يتم تنفيذه بمشاركة الأهالي وقوات الدفاع هو مشروع الدهالو رقم 3، يشمل أيضا تركيب صخاريج في الأماكن المرتفعة وحفر الآبار. وأضاف أنه تم حفر 8 آبار حتى الآن وإنشاء 6 صهاريج و7 محطات توزيع ومد لخطوط الأنابيب. وقال المشاركون أن العمل فعال للغاية، وأعربوا عن اعتقادهم الراسخ بأن مشكلة مياه الشرب في مدينة أفعبت سيتم محلها بمجرد الانتهاء من المشروع. يقدم أحد المراكز الصحية في مدينة تسني والذي يركز على رعاية النساء الحوامل مساهمة جديرة بالثناء في الحد من وفيات الحوامل والأطفال. وقال رئيس المركز السيد برهيح يحدقو أن الضغط على مستشفى تسني قد خف بسبب اتساع نطاق الخدمات المقدمة. وأضاف أن المركز قدم خدماته لنحو 25 ألف مواطن في عام 2023، مضيفا أن نسبة التطعيم وصلت إلى 100% بفضل زيادة الوعي العام باللقاحات. وقال السيد برهي أن برامج الإصحاح البيئي التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات ساهمت بشكل كبير في السيطرة على مرض الملاريا والأمراض الأخرى الناجمة عن نقص النظافة. وقال اختصاصي رعاية ما قبل الولادة السيد فتوم زكريا أن النساء الحوامل يجب أن يحصلن على ما يصل إلى 8 متابعات، ولتنفيذ ذلك يقوم المركز بتنظيم سيمينارات توعوية مستمرة. وحثت السيدة متين قبر مسقل من قسم التحصين على معالجة التأخير في حملات التطعيم، لأن تطعيم الأطفال والفتيات والأمهات مهم لضمان صحة المجتمع. تم توزيع أكثر من 30 ألف نقفة تبرعت بها منظمة شباب موظفي الحكومة بمديرية أسماط إقليم عنسبة على أبناء الشهداء والمحتاجين. وفي حديثه بهذه المناسبة قال حامد جمع رئيس الشباب بالمديرية أن المساهمة التي قدمتها منظمة العمال الشباب في عام 2023 تهدف إلى منع انقطاع الأطفال عن الدراسة بسبب الصعوبات الاقتصادية. وقال حاكم المديرية سيد عثمان آدم أن دعم أسر الشهداء وأبناء الشهداء عمل صالح يرضي الضمير، مشيدا بالشباب الذين اتخذوا المبادرة وغيرهم لهذا العمل النبيل. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 54 شخص بينهم عنصران من قوات حفظ السلام الدولية في هجمات في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة داعية إلى الهدوء. وقالت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في الوقت الحالي بحسب السلطات المحلية قتل 52 مدنيا، فيما أصيب 64 آخرون بجروح خطيرة وفق تقارير. ومنطقة أبيي غنية بالنفط وتقع على حدود البلدين وفق فرانس بريس.
بريس. كما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن القتلى بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأوضحت نقلا عن مسؤول محلي أن مسلحين هاجموا منطقة أبيي، مما أسفر عن مقتل 52 شخص بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 64 آخرين. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا تشهد تطورا بشكل نشط للغاية، والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار وتستمر في النمو. وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس البيلاروسي الإسكندر لوكاشينكو في مينسك بشكل عام أن العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشر الأولى من العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري لدينا وفقا لبياناتنا 42.5 مليار دولار وينمو باستمرار. وأشار بوتين إلى أن موسكو ومينسك لديهما مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية، وسيعمل البلدان على تحقيقها، لافتا إلى أن روسيا تعد من أكبر المستثمرين في بيلاروسيا، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي. وكان الرئيسان الروسي ونظيره البيلاروسي قد شاركا في وقت سابق عن بعد في حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة فوستوك الروسية في القارة القطبية الجنوبية. قضت محكمة باكستانية بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات لإدانته بتسريب أسرار الدولة حسب ما أفاد الفريق الإعلامي لخان. وتتعلق القضية بمزاعم بأن عمران خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام أباد. وقال حزب خان حركة الإنصاف أن محكمة خاصة حكمت على عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما. وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار. وفي 21 من مارس الماضي قررت محكمة باكستانية الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة ولمدة أسبوع على خلفية قضيتين جديدتين يواجه فيهما خان تهما بالإرهاب. وضعت مدينة سانتياغو في تشيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لموجة حارة شديدة تجتاح أجزاء من البلاد، ومن المتوقع أن تشهد العاصمة حرارة شديدة طوال الأسبوع. واسترخى السكان المحليون في نوافذ المدينة حيث وصلت درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية. ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو اليوم الأكثر سخونة في الأسبوع، حيث تبلغ درجة الحرارة 35 درجة مئوية. ومع تسجيل مؤشر الأشعة فوق البنفسجي على أنه متطرف، يحذر المسؤولون الناس من البقاء في منازلهم والبقاء باردا. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الرئيس السياس ورئيسة الوزراء الإيطالية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. مكتب ممول في عنسبة يعلن ارتفاع نسبة سداد الديون بأكثر من 20%. مدينة أفعبات تشهد تنفيذ أعمال لمد أنابيب المياه. عشرات القتلى في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده مع بيلاروسيا تشهد تطورا كبيرا. ومحكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 10 سنوات. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم.